ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ ان شاء الله. انا عندي مناسبة مهمة قوي اخر الاسبوع الجاي، فعايزة اعمل ماسك. يبان ان انا بهتم ببشرتي بقالي يعني اكون باين كده ان بشرتي ان انا مهتمية بيها بقالي مدة، لان الفترة اللي فاتت ما كنتش مهتمية بيها خالص. فعايزة ماسك يبين اهتمام بسرعة، يعني يبين ان البشرة حلوة كده. ماشي، فما لقيتش احسن من الماسك اللي هعمله النهاردة. هحتاج بقى ايه؟ معلقة من الزبادي صغيرة، هحط عليها نص معلقة ده كركديه مطحون تحفة. ماشي، هحط عليهم لو عندك زيت عرق سوس حطي، ده قنبلة تفتيح. ماشي، هحط كده كام نقطة. لو مش عندك حطي رشة بسيطة من بودر العرق سوس. ماشي، وهحط نقطة واحدة، نقطة من الليمون. بصوا بقى الماسك ده تحفة، بيفتح البشرة جدا. ولو عندك مناسبة قريبة هيبين ان بشرتك ايه، انت بقالك فترة بتهتمي بيها، وانت مش بقالك فترة بتهتمي بالبشرة ولا حاجة، بس بيجي نتيجة حلوة قوي. الماسك ده انا بحطه على بشرتي نص ساعة لما بيكون عندي مناسبة قريبة. يعني انا عندي مناسبة اخر الاسبوع الجاي، هو ده الماسك اللي هعتمده الاسبوع ده من هنا لحد اخر المناسبة، لحد ما المناسبة تيجي. هطبقه وهستخدمه 3 مرات في الاسبوع. ماشي، هحطه على بشرتي دلوقتي وهسيبه لمدة نص ساعة. دهنته على ايدي وسيبته لحد البشرة ما تشرب كل، يعني هسيبه نص ساعة. بصوا شربت منه كتير. هشطف بقى البشرة دلوقتي واوريكم النتيجة بتاعته التحفة. بيرطب البشرة لان زيت عرق السوس بيرطب، عرق السوس اصلا بيرطب البشرة. الزيت بتاعه لو مش عندك حطي بودر. ترطيب وتفتيح وازالة تسبغات، تحفة. انا هعتمد الماسك ده لحد المناسبة بتاعتي اخر الاسبوع الجاي ان شاء الله. هغسل ايدي واوريكم النتيجة. بصوا انا مش هتكلم عن النتيجة، يعني انتوا شايفين ايديا عاملة ازاي. يعني ده الماسك اللي انا هعتمده لحد المناسبة بتاعتي، لان بصوا تحسوا ان انا ايدي بقالي كتير بهتم بيها، اني لسه عاملة الماسك دلوقتي. حلو جدا جدا، جربوه. ولما يبقى عندكم مناسبة قريبة جربوه برضو، هيعجبكم قوي. نتيجته حلوة جدا، بيخلي البشرة منورة كده اكنك لسه عاملة تنظيف بشرة او بقالك مدة مهتمية بيها. جربوه وهتلاقوا كل اللي حواليكم بيسألكم انتوا عاملين ايه في بشرتكم. يلا بقى، لو عجبكم مش تنسوا تشتركوا في القناة وتدوسوا لايك.